السلام عليكم. هنحكي النهاردة عن زبيدة ثروت. صلى على النبي وكل من النبي صلي عليه. ويلا نحكي الحكاية. كتير من الناس ما تعرفش إن زبيدة ثروت عندها توأم زي القمر زيها بالظبط. التوأم دي اسمها حكمت. كانت هي وزبيدة ما بيفترقوش أبدا، طول الوقت مع بعض، في المدرسة مع بعض، في البيت مع بعض. حتى لما دخلت زبيدة مجال الفن كانت دايما معاها في الكواليس، ما بتفارقهاش أبدا. هي صاحبتها وصديقتها الصدوق. كانت حكمت دايما تتواجد في استديوهات التصوير بجانب زبيدة، ومن شدة جمالها نصحها كتير من الناس إن هي تمثل. وزبيدة حاولت بشتى السبل إن هي يدخلها معاها مجال الفن والتمثيل، لكن حكمت ما كانتش بتحب وكانت بتكتفي بالفرجة. حكمة ثروت عرض عليها أحد المخرجين إنه يقدمها في فيلم هي وزبيدة ويطلعوا توأم مع بعض، لكن هي رفضت بشدة. قالت الفن لا يعنيها أي شيء غير إن أختها بتشتغل بيه، وإن هي بتحب ترافقها عشان هي طول الوقت كانت بتبقى معاها وبصحبتها. فضلت حكمة إن هي تتجوز وتنجب أولاد وتعمل أسرة، وده كان هدفها من البداية. ما كانتش بتحب التمثيل، كان نفسها تتجوز وتخلف وتجيب أولاد وتبقى ست بيت. أما زبيدة فقالت عنها إن هي شعرت بفراغ كبير جدا بعد ما تركتها واتجوزت، لأن هي كانت بتشعر دايما بالأمان لما كانت بترافقها طول الوقت، وبتقول بحس إن نص التاني بيكملني وموجود معايا طول الوقت. دي كانت هموستنا النهاردة، هموسة صغيرة عن زبيدة وحكمة ثروت الأجمل في الوسط الفني. وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.